السلام عليكم واهلا وسهلا ومرحبا مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي قناه عالم الاختين سيسترز لايف ستايل الاوفياء. كنجدد ترحب بكم، كنتمنى تكونوا بخير وبالف خير وبصحه جيده وعواشركم مبروكه. كنتمنى تدخل عليكم بالصحه وبالهنا وبالرزق وباش ما تمنيتوا لكم ولوليداتكم ولجميع الامه الاسلاميه والعربيه. اليوم غنشارك معكم هذا الطبق الغني عن التعريف، اللوبيا او الفاصوليا بطريقتي مع تحضير سمك السردين مقلي. وايضا البنات غنشارك معكم تقديتي لهذا الشهر من اللحوم. تابعوا معي الفيديو وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. في البدايه البنات، هذه هي التقديه او المشتريات ديالي من اللحوم لهذا الشهر. هنا عندي الماعز، 3 كيلو من اللحم الماعز. كتشوفوا معايا البنات رائع جدا اللحم اللي هو يعني طري واللحم كيف ما كتشوفوا في الصوره يعني ديال الماعز راه غني عن التعريف، تيكون صحي اكثر. وايضا عندي هنا البنات 2 كيلو من اللحم البقري او اللحم البقر من جهه ديال العنقره او العنق. ثم عندي هنا 2 كيلو ديال الكفته ديال البقري. والكفته هنا البنات يعني ما فيها لا عطريه لا واء حتى حاجه، فقط اللحم مفروم او الكفته. وكنقطعها كنقسمها يعني على حسب الرغبه، ومن بعد ملي كنبغي نحتاجها كنجبد الجزء اللي بغيت كنضيف ليه البصل محكوك وكنضيف ليه العطريه الكفته وكذلك. هنا عندي البنات القليه او الكرشه او الدواره، كل واحد شنو كيسميها. المهم هنا من بعد عاد غنقوم بتنظيفها ان شاء الله، وكذلك غنقوم بتقسيمها وتخزينها في المجمد. كتحتوي على الرئه الكرشه يعني احشاء ديال البقر. وهنا عندي هنا 4 ديال الحمام البنات اللي غنحضر معاكم بهم واحد الوصفه ان شاء الله غتلقاوها غادا تحطها لكم ان شاء الله في القناه عما قريب. هذا هو ايضا غنقوم بتنظيفه، ومن بعد غنقوم بتخزينه ايضا في المجمد الى حين الاستعمال. هنا عندي دجاج بلدي اللي قسمته بهذا الشكل انصاف ووضعته سوا في المجمد. والدجاج البلدي راكم عارفين يعني غني عن التعريف. الدجاج البلدي كيكون يعني صحي اكثر. وهنا عندي الكفته ديال لادند او دبيبي. وهادو هما المشتريات ديالي من اللحوم لهذا الشهر ان شاء الله. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه وبالرزق وباش ما تمنيتوا لكم ولوليداتكم. كتعرفوا الشهر ديال رمضان تيكون فيه يعني تيكون فيه يعني التعب اكثر، يعني ما نحتاجش نخرجوا للاسواق يعني كل مره. من الاحسن ناخذوا الكميه اللي غتكفانا من او اللي يعني اللي غادي نستعملوها ونوضعوها في المجمد. بهكا كنقصوا علينا يعني كثره يعني المشاوير للسوق. هذا الحمام بعد ما نظفته غنوضعه في كيس وغنحتفظ به في المجمد الى حين الاستعمال. وهنا وضعت اللحوم في الجهة اللي كنخصصها، المكان اللي كنخصصو لوضع اللحوم. كيف ما كتشوفوا معايا المجمد يعني الحمد لله يعني خزنت فيه الاشياء اللي غنحتاجها. وبهكا كنبقى بهذا الشكل كنقص عليا يعني المشاور كما سبق لو ذكرت السوق. يعني كيكون يعني التقديه عندي حاضره في المنزل، يعني في المجمد اي حاجه يعني كنحتاجها كنلقاها. والحمد لله اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال. وهنا البنات بسم الله على بركة الله غنقوم بتحضير معكم طبق الفاصوليا او اللوبيا بطريقتي الخاصة. هنا عندي هنا قطع من
الكرشة اللي كتحتوي على الرئة وأيضا الكرشة، ثم القطع من اللحم البقري جهة العنقرة، وأيضا عندي بصلة كبيرة محكوكة وثلاث أو 4 فصوص من الثوم محكوكة اللي كنوضعهم في طنجرة ديال الضغط. وكنبدا نضيف الزيت أو زيت المائدة، ثم نضيف الملح على حسب الرغبة، ملعقة من الفلفل الأسود أو الإبزار، ملعقة كبيرة من الكركم أيضا أو الخرقوم البلدي، ثم كنضيف سكنجبير، ملعقة أيضا من السكنجبير أو الزنجبيل، وكنضيف قليل من الملون اللي كيبقى اختياري. ثم كنضيف مقدار من زيت الزيتون، قياس ملعقة أو ملعقتين من زيت الزيتون. وكنضيف مكعب من ضامة ديال نكهة الزعفران الحر. وعلى نار هادئة كنشحر هذا الخليط جيدا المكون من اللحم والبصل والزيت والتوابل، كنشحرهم جيدا على النار. من بعد كنصب عليهم لتر ونصف من الماء المغلى، كنصبوا عليهم وكنغلق طنجرة الضغط ليطهو لنا اللحم نصف طهو فقط، ومن بعد كنفتح عليه. هنا عندي اللوبيا او الفاصوليا البيضاء اللي رطبتها او فزقتها في الماء ليله كامله كيف ما كتشوفوا معايا، ليله كامله وهي في الماء. من بعد كنصفي هذا الماء وكنغسلها جيدا وكنضيفها للطنجره اللي فتحتها كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد ما اللحم ديالنا طاب نصف الطهو ديالو كنضيف عليه اللوبيا ليكمل الطهو مع بعض. دائما اللحم خصو يبقى هو الاول ينضج، يعني على نصف ساعه او مده من الزمن نصف الطهو ديالو. من بعد كنفتحوا الطنجره وكنضيف اللوبيا اللي كانت عندي مفزقه ليله كامله كيف ما سبق لي وذكرت هي دي، وغنغلق الكوكوت او الطنجره ديالنا للمره الثانيه ونخليهم يكملوا الطياب مع بعض. وهذا البنات سمك السردين اللي غنقوم بتحضيره ايضا، اللي كيتواتى بشكل كبير مع اللوبيا او الفاصوليا البيضاء اللي كيمشي معها. هنا عندي سمك السردين اللي غسلته من قبل جيدا ونظفته وحيدت ليه السلسول. كنضيف ليه الملح، ايضا كنضيف الكمون والفلفل الاحمر او البابريكا، ثم الفلفل الحار وقطرات من الحامض او عصير الحامض. كندخل هذه العطريه جيدا او التوابل جيدا في السمك وكنحتفظ به على جنب الى حين استعماله مده ربع ساعه او نصف ساعه. وكناخذ دقيق الابيض، هنا كنمرر فيه قطع السمك ديال السردين بهذا الشكل هذا. وفي مقلاة بها زيت ساخن على نار متوسطة كنبدا نوضع القطع ديال السمك السردين اللي مررتهم في الدقيق كيف ما كتشوفوا معايا الدقيق الابيض ووضعتهم في المقلاة
حتى ينضج من الأسفل، ثم كنقلبو على الجهة الأخرى. وهذا هو الطبق اللي شاركته معكم، اللوبيا او الفاصوليا بطريقتي الخاصه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وهذا الطبق الناس راه عزيز على كل المغاربه، كنظن كلشي كتعجبو اللوبيا. هنا وضعت لها الفلفل الحار، يعني العشاق الحار، انا كيعجبني الحار، مع مرفوقه مع سمك السردين المقلي، وقطع الحامض والزيتون، وهذا الخبز ديال يعني ديال الدار. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، وطبق ديال اللوبيا وايضا السمك المقلي بطريقتي. غداء بسيط شعبي. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وتعليق من تعاليقكم الزوينه اللي كتفرحنا دائما. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.